أما الذي يحدث في حفطنين أنه قص وسلبية ونقد الحقائق والحلول. الجزء الأول: حفطنين حجر زاوية لثلاثة أجزاء كردستان. مع استمرارية العملية العسكرية مخلب النمر التي تنفذها تركيا في منطقة حفطنين، ما زال الشعب الكردي يجهل الكثير من المعلومات حولها. كون طرفي النزاع المتمركزين في الجنوب الجيش التركي والباكك يحتكرون تفاصيل معلومات هذه العملية، فالأتراك يقولون بأنهم انقضوا كالنمر على الباكك، والباكك تقول بأنها ضايقت هذه الدنيا الواسعة على تركيا في حفطنين. والحق أن الحقيقة غابت في حديث كلا الطرفين. فمنطقة حفطنين تقع في جزء مهم من جغرافية كردستان، فهي تربط بين منطقة بوتان وبهدنان وأقطنها عشيرة السندي وقولي، إضافة ل7 قرى كلدانية وأشورية وسريانية فيها. تتألف تضاريس حفطنين من جبال شامخة وديان عميقة وكهوف طبيعية غاية في التحصن، وهذا ما أدى لأن تكون هذه المناطق ذات الجغرافية الخاصة صديقة للكرد منذ فجر التاريخ، تحميه من ألد أعدائهم منذ المئوية 19 والألفية الثانية، حيث قام كل المقاومين الثوريين ضد محتلي كردستان بتوجه نحو حفطنين والتحصن بها. ورغم أن السكان الأصليين لحفطنين هم عشيرة قولي وسندي منذ مئات السنين، إلا أن علاقة التعاون والعيش المشترك بينهما وبين جيركي قوي ألكي شارناخي وقاشوري كانت مستمرة، فكانت حصنا مانعا وملاذا آمنا لكل الثوار والمقاومين من هذه العشائر ضد الاحتلال. فعشيرة قوي والتي تقطن قلبان حاربت ضد الإنجليز عندما حاولوا احتلال المنطقة عام 1919، فقتل 3 من عساكر الإنجليز ذوي الرتب العالية ومستشارهم، ما أدى لانسحاب الإنجليز من منطقة حفطنين وهزيمتهم. وعند محاصرة القادة المناضلين لحركة الحرية إحسان نوري باشا في انتفاضة بيت الشباب في 4 من آذار عام 24 توجهوا نحو حفطنين وبقوا في منطقة كاشان لغاية ربيع عام 25 هو وحريمته السيدة ياشار. وكذلك رئيس عشيرة قرافي أبو بكر شاكر عندما قام بثورة عام 25 ضد تركيا إثر قرار يلزمهم لبس القبعة الغربية، فقام عساكر الأتراك الذين جاءوا لخلع عمامته ولبس القبعة الغربية حسب القوانين التركية، ووقف ضدهم وحاربهم وبدأ بالانتفاضة. وعندما حوصر لجأ لحفطنين واستقر في منطقة كاشان. كذلك الدكتور شفان والذي توفي جراء حادثة مأساوية كان قد بنى مقره الأول في حفطنين، فعلى النحو الذي توجهت عشائر قولي السندي جيركي قوي وغيرها العديد من العشائر والحركات الأخرى نحو حفطنين. نستطيع ذكر العشرات من الأمثلة الأخرى أمثالهم. فكما أن حفطنين هي حلقة الوصل بين منطقتي بوتان وبهدنان جغرافيا، فكذلك هي من الناحية الثقافية والتراثية. فمناطق حفطنين وقلبان وشارناخ وبيت الشباب منطقة واحدة في نظر أهل المنطقة، فرغم وجود حدود صناعية ومرسومة يدويا تفرق بين هذه المناطق عن بعضها شكليا، غير أن الكرد لم يقبلوا بهذه الحدود المصنعة في فكرهم وشعورهم يوما ما، فغطوا هذه الحدود كالجرح الدامي في عمق قلب الوطن، فلم يقطعوا علاقاتهم الأخوية يوما. فمنطقة حفطنين بمثابة الفناء الخلفي لمنزل كرد من عشيرة قوي يعيش في قلبان، وهي بالنسبة لأهل بيت الشباب بمثابة مزرعة الجار. مع هذا ما زال هذا الجرح يدمي القلب ويسكب دمه قطرة قطرة. فاستشهاد 34 شابا كرديا عام 11 من قبل المقاتلات الحربية التركية كان من قبيل هذا الجرح الدامي. فهؤلاء الشباب من روبوسكي لم يعبروا حدود دولة أخرى ووطن آخر، لأن حفطنين كانت كأقرب قرية لهم. فحفطنين كما هي منطقة لجنوب البلاد فكذلك هي لشمالها. فمقولة لا أصدقاء لنا سوى الجبال تنطبق على منطقة حفطنين وإن لم تكن صريحة فيها، فهي إحدى أقرب الأصدقاء للكرد، فقد تذوق الكرد فيها طعم الحرية والراحة والأمان. والصدقة التي قدمتها حفطنين للكرد لم تقدمه لغير عشائر المنطقة وقبائلها، فلم يقدر أحد غيرهم على التحكم بجبال حفطنين، فلا الإنجليز ولا الأتراك ولا صدام استطاع احتلال جبالها. نعم، تقدم الجيش التركي عام 90 وعبر الحدود التركية، غير أنهم تراجعوا بعدها. فأول مرة يتم احتلال جبال حفطنين كان من قبل الجيش التركي عام 18 إذ قام بعبور منطقة حفطنين واحتلال عمقها الجغرافي. جبال حفطنين شفرة الجيوسياسية الكردستانية. حفطنين من الناحية الجيوسياسية الكردستانية تعتبر المفتاح والشفرة التي تجمع بين 3 أجزاء من كردستان، فهي تمتد طولا لشارنخ وسلوبي وقلبان، وتمتد نحو تنينة وجارة برانا وقلعة مهم وأقليم باستا وجبل جودي شمالا، ومن الجنوب تتجه نحو قلعة قمرية وجبل متين. ولو نظرنا إلى هذه السلسلة الجبلية فهي تمتد لسلسلة جبال زاغروس والتي منعت الإسكندر الكبير من العبور.
الأحمر، وفي عمق الجنوب تصل لجبل جارة، ووصولا لجبال لاش النورانية وجبال خيري المطلة على عقرة، ونزولا لجبل مغلوب الشيخ لتصل لبوابة مدينتي الموصل وأربيل. واتجاه حفطنين يقع الجبل الأبيض وجبل بيخر، وفي الغرب يصل لجبل قراتشوخ في دير كحمكو، ومن الجنوب يمتد ليصل لشنغال. فالأهمية الكبرى لحفطنين والتي لم يتحدث عنها أحد هي أنها بمثابة حلقة وصل بين هذه السلاسل الجبلية والتي تمتد لطرق كركوك والموصل، فهي بمثابة البلكونة المطلة على سهل نينوى، وهذا ما يجعل باستطاعة الإنسان هناك من الهيمنة على آبار النفط في سهل نينوى وكركوك. والطريق من حفطنين لجبل شنغال سالكة، وهذا الطريق يضم كل من زاخ وشنغال وتلعفر. والأتراك ما زالوا يرون أولويتهم بجبل شنغال من غيرهم، وهي في نفس الوقت مصادر لثروة الغاز الطبيعي. فمما لا شك فيه أن حفطنين ليست ما ذكر فقط، فمنها يمتد طريق ليصل إلى عمق الثروة النفطية في غرب كردستان مرورا بالجبل الأبيض، ووصولا للنقاط الاستراتيجية في غرب كردستان مثل الديرك وروميلان والمعروفة بمنابع الثروة النفطية. وهذا ما يفهم منه أنهم بهذا سيقطعون الطريق بين جنوب كردستان وغربها. وتتم التحضيرات منذ عام 17 بفتح معبر حدودي جديد بالقرب من ديرك في قرية عندويري وموزلة باسم معبر قرية داشتي نحو العفر، هادفين من وراء هذا المعبر الحدودي تجريد معبر إبراهيم الخليل الحدودي من أي تأثير وإلغائه. فهم بهذا يحاولون تجفيف منابع التجارة غير الرسمية بين الكرد وقطع الروابط الاقتصادية بينهم. باختصار يستنتج مما كتبناه حول جغرافية حفطنين أن للعمليات العسكرية فيها أهداف في مجالات شتى، منها الجيوسياسية والجيوستراتيجية والجيوبيئية، كما أن العملية تستهدف في الصميم حكومة إقليم جنوب كردستان من الناحية السياسية، تلك الحكومة التي بعثت آمال الكرد من جديد، كما أنها وأدت الظلم والاضطهاد اللذان مورسا ضد الكرد منذ مئات الأعوام من قبل أعدائهم في كافة أجزاء كردستان. فجل تفكير الدولة العميقة في تركيا منذ سنين مضت هو القضاء على هذا الجزء المحرر وذبول شجرة الحرية والأمل فيه، وفي الوقت نفسه فإجراء التحليلات السياسية وتقديم المقترحات وانتقاد السلبيات نراها من واجبنا، وسنتحدث عنها في الجزء الثاني من كتاباتنا.